السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عزت ممدوح من قناتي على اليوتيوب ذا فيوتشرز ناو. أهلا بكم شباب، يا رب تكونوا بصحة جيدة وبخير إن شاء الله. ال جي تعلن رسميا عن هاتفها في 20 بنظام تشغيل أندرويد 7 الجديد. في هذا الفيديو إن شاء الله أقدم لكم معاينة مفصلة أو شرح مفصل لمواصفات الهاتف في 20، فتابع معي. أعلنت شركة ال جي رسميا عن أحدث هواتفها الأندرويد الذكية، وهو هاتف في 20 الجديد، الذي يأتي كأول هواتف الأندرويد الجديدة المميزة بنظام تشغيل أندرويد 7 الجديد من شركة جوجل، إلى جانب منصة فولكن API لدعم تشغيل الألعاب 3D على الهاتف. إصدار جديد مميز من هواتف الأندرويد يأتي مع نظام تشغيل أندرويد 7 مثبت مسبقا على الهاتف، ليعطي هاتف ال جي في 20 مميزات نظام التشغيل في تعدد المهام على الشاشة، وميزة مشاهدة الفيديو أثناء إدارة التطبيقات الأخرى، إلى جانب ميزة الرد المباشر على الرسائل عبر الاختيارات دون الحاجة إلى إطلاق تطبيقات في البداية. هاتف في 20 يأتي بتصميم معدني مميز مع 5.7 إنش للهاتف، وشاشة بدقة وضوح كواد HD، مع الشاشة الفرعية التي تتميز بها هاتف في 10 لإطلاق التطبيقات، عرض الاختيارات، وعرض أي تبديل الإعدادات السريعة للهاتف. حيث تأتي هذه الشاشة في الإصدار الجديد اللي هي ال V20 بحجم وسطوع أكبر لدعم المستخدم بشكل جيد في ضوء النهار. نظام الكاميرا المزدوج هو أحد المميزات التي يأتي بها هاتف V20 في الكاميرا الخلفية والأمامية للهاتف، حيث يمكن لنظام الكاميرا المزدوجة أن يدعم المستخدم بشكل جيد في تصوير مشاهد بانورامية مع عدسة ثانوية مميزة بزاوية واسعة. مستشعر الكاميرا الخلفية في هاتف V20 يأتي بدقة 16 ميجا بكسل بنفس إعدادات كاميرا G5، مع دعم مستشعر حساسية الضوء OIS لتصوير أفضل في الإضاءة المنخفضة مع فتحة عدسة 1.8. وفي مستشعر العدسة الفرعية يتميز الهاتف بدقة 8 ميجا بكسل مع عدسة مميزة بزاوية واسعة. كاميرا V20 تدعم التركيز التلقائي عن طريق الليزر، والتي تتكامل مع خاصية التحديد السريع والكشف عن موضع الصورة، إلى جانب مستشعر كونتراست للتركيز التلقائي في التصوير، الذي يعد جزء من نظام LG Hyper DAF. من المميزات الجديدة التي تقدمها LG في هاتف V20 هي تقنية كوالكوم الجديدة ريكورد 2.0، التي تدعم استقرار التصوير وتصوير فيديو سلس وانسيابي مع دقة أعلى في التصوير عند التحرك في تصوير الفيديو. وقد جاء هاتف V20 هذا العام ببطارية قابلة للإزالة، حيث يتم فتح الغطاء الخلفي للهاتف بتصميم أقرب إلى هاتف G5 لإزالة البطارية. أيضا لا يأتي الهاتف بميزة مقاومة الماء التي تشتهر بها الإصدارات الأخيرة من هواتف الأندرويد، إلا أن الهاتف يطابق بعض المعايير في مقاومة الصدمات. الصوت في هاتف V20 هي أحد المواصفات الجديدة التي يأتي بها هاتف مع تقنية 23 بت هاي فاي التي عرفت بها شركة ESS، حيث دعمت الهاتف بتقنية الهاي فاي في الصوتيات. كما يتميز الهاتف بقدرة على حجب وعزل الضوء في الخلفية أثناء التسجيل بأعلى جودة في الصوتيات دون أي تشويش في التسجيل. الهاتف أيضا يأتي بنموذج آخر في بعض المواقع مثل كوريا والولايات المتحدة بتقنية B&O Play في الصوتيات. واحدة من المميزات التي ستدعم بالتأكيد تسويق الهاتف في نظام تشغيل أندرويد 7 المثبت على الهاتف مسبقا، الذي يرتكز في هاتف V20 على واجهة UX5 التي جاء بها هاتف G5 السابق. كما تم إعادة تصميم نافذة الاختيارات في الهاتف V20. يأتي الهاتف بقفل شاشة مميز بشاشة تتكيف بشكل تلقائي مع الاختيارات التي يتم عرضها على الشاشة الفرعية. كما يضيف نظام الأندرويد الجديد عدة مميزات، منها ميزة تعدد المهام على الشاشة مع إمكانية الرد المباشر على الاختيارات، إلى جانب نظام الحماية الجديد في نظام التشغيل وتحسين خاصية دوز لدعم عمر أطول للبطارية. ويأتي هاتف V20 بخاصية In-Apps كأول الهواتف التي تستخدم خاصية جوجل في البحث في محتوى التطبيقات عبر تطبيق الطرف الثالث. في رقاقة المعالج، استخدمت LG في هاتف V20 رقاقة معالج سناب دراجون 820 مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين داخلية 64 جيجا بايت. كما يدعم الهاتف توسيع السعة التخزينية من خلال بطاقة الذاكرة الخارجية مايكرو SD. كما ذكرنا أيضا في البداية أن هاتف V20 أتى ببطارية قابلة للإزالة مع قدرة 3200 ملي أمبير. كما تم دعم الهاتف بمعيار هذا العام في الهواتف الذكية بمنفذ USB-C، إلى جانب تقنية الشحن السريع اللي هي كويك تشارج 3 الجيل الثالث من الشحن السريع. الأسواق الأولى التي ينطلق فيها الهاتف هي أسواق الشركة المحلية في كوريا، حيث يتوفر هاتف في وقت لاحق هذا الشهر، على أنه يتم الإعلان في وقت لاحق عن موعد توفر الهاتف في الأسواق العالمية.
ومع الإعلان عن الهاتف في الأسواق الأمريكية تشير التوقعات إلى أنها واحدة من الأسواق الأولى التي ينطلق إليها الهاتف. كده أعزائي المشاهدين انتهى الفيديو. لو عجبك الفيديو دوس لايك، ولو ما عجبكش الفيديو قول لنا السبب في التعليقات لعدم تكراره مرة أخرى. هتلاقي رابط جروبنا أسفل الفيديو، وجروبنا على الفيسبوك وصفحتنا على الفيسبوك وحسابنا على تويتر وجوجل بلس ومدوناتنا على بلوجر. كل الرابط دي هتلاقي أسفل الفيديو في الوصف والديسكريبشن. كان معكم عزت ممدوح من قناتي على اليوتيوب ذا فيوتشر از ناو. إلى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.